أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان رسمي لها الأخبار التي يتم تداولها حاليا بشأن تقديم الفرنسي إيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب المغربي. وأشار البيان أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد عقد لقاءين يومي الأحد والاثنين مع إيرفي رونار لتقييم مشاركة أسود الأطلس في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، كما تدارس الرهانات المستقبلية للمنتخب المغربي واتفق على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة. للاقتراب أكثر من هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط الناقد الرياضي محمد المغودي. سيد محمد، مرحبا بك. إذن إعلان خبر الاستقالة من قبل أجهزة إعلامية مغربية رسمية ومواقع أيضا إلكترونية شبه رسمية تتمتع في الحقيقة بمصداقية مشهود لها، ونفي الخبر مباشرة من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم. بين هذا وذاك يبدو أن الموضوع في باطنه نظر وتحقيق. والله عزيزي، دعني أقول لك بكل صدق وبكل أمانة بأن خبر الانفصال بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني إيرفي رونار هو واقع لا هروب منه. أعتقد أن هناك نهاية للعلاقة بين المغرب أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وناخبها الفرنسي إيرفي رونار. قد نختلف في التسمية، استقالة أم إقالة أم انفصال بالتراضي أم انفصال وتريث في انتظار أن تأتي الموافقة على هذا القرار، أو أن هناك في انتظار أن يتم التوافق على الشرط الجزائي. ولكن الأكيد أن العلاقة بين الناخب الوطني المغربي الناخب الوطني الفرنسي إيرفي رونار والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت نقطة نهايته صباح اليوم، وبالتالي أن كل ما يشاع الآن من نفي إلى غير ذلك هو محاولة مراوغة أعتقد أنها فاشلة بكل المقاييس. ممكن أن هناك اتفاق على أساس أن لا يداع ما تم الاتفاق عليه، قد نقبل بذلك، ولكن أن يتم نفي الخبر خبر الانفصال فأعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى نفي، بل الخبر مؤكد ورسمي ونهائي وقطعي. طيب سيد محمد، برأيك هل الموضوع هنا يتعلق ربما بتسريبات من داخل الاتحاد لوسائل الإعلام المغربية قبل أن ينفي الاتحاد الخبر، وإلى حد ربما تعتبرها محاولة ربما يائسة لزعزعة استقرار المنتخب؟ يا أخي، استقرار المنتخب والآن بعد نتائج مصر ومزعزعة، ولا تحتاج إلى من يزعزعها. هي في حاجة إلى من يعيد لها الاستقرار ومن يعيد لها الهدوء. نحن خرجنا من أمام المنتخب البنين، وبالتالي نحتاج إلى من يزعزعنا. لقد زعزعنا أنفسنا بكل مسؤولية وبكل صدق. صحيح أن قد يكون التصريب من أحد الوسطاء القريبين من إيرفي رونار، ولكن مهما يكون فالتصريب صحيح وسليم. ولكن مبادرة الجامعة إلى النفي أقول إما أنها تنتظر الموافقة، إما أنها لا تريد أن تفصح عن تفاصيل الانفصال، وإما أن هناك أمور لا زالت معلقة هي في حاجة إلى التوضيح مع الوقت. ولكن العلاقة بين الناخب الوطني إيرفي رونار وأيضا بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انتهت، ولا يمكن لمؤسسات عمومية طيب أن تقامر بهذا الخبر وبهذا الحجم وبهذا الوزن وبهذا الثقل. جيد. سيد محمد، ما هي قراءتك لبيان الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي أشار أن فوزي لقجع عقد لقاءين يومي الأحد والاثنين مع إيرفي رونار لتقييم مشاركة أسود الأطلس، وتدارس أيضا الرهانات المستقبلية للمنتخب المغربي واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة؟ هل يفهم من هذا البيان أن لقجع متمسك بإيرفي رونار، أم أن هناك أطراف أخرى لا ترغب في رونار داخل الاتحاد وهناك انشقاق ربما في هذه المسألة؟ دعني أقول لك عزيزي بأمر بنوع من الجزم. أولا، فوزي لقجع لم يكن راغبا في الاستمرار مع إيرفي رونار مباشرة بعد روسيا، وكان هناك تدخل وتم تمديد هذه العلاقة. ثانيا، ليس هناك أي عضو داخل المكتب الجامعي
له رأي في الناخب الوطني سواء بالتمديد أو بالإقالة. جيد. وبالتالي أن القرار هو بين هيرفي رونار وبين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وموافقة لجهة رسمية من خارج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. صحيح كان لهما لقاءين، اللقاء الأول ناقش فيه الحصيلة التقنية وهي حصيلة صفر على مستوى مصر، وايضا المستقبل بمعنى لا مستقبل لكرة القدم الوطنية والمنتخب المغربي مع هيرفي رونار. الامر واضح. طيب، هناك من ربط ربما هذه الأخبار المتداولة التي تأتي من المغرب بتعاقد ربما أو نية الاتحاد المصري التعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار، وأيضا نية الاتحاد المغربي. هناك أسماء طرحت في الآونة الأخيرة على غرار الكابتن حسين العموتة. الأقرب إلى هيرفي رونار هو منتخب السعودية أكثر من أي فريق بمصر. وفيما يخص المغرب وخليفة هيرفي رونار، أقولها لك عزيزي بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دورها هو الاقتراح للائحة من الأسماء، وأيضا في انتظار الموافقة. وإذا كان حسين عموتة فأهلا وسهلا به، بشرط أن نحميه كما حمينا رونار، والأكيد أنه سينتصر وسيحقق أفضل مما حققه هيرفي رونار. شكرا جزيلا لك سيد محمد المغودي الناقد الرياضي، كنت معنا مباشرة من العاصمة المغربية الرباط.